وصفتنا النهاردة معشوقة الجماهير أو سارقة القلوب. هنعمل الشاورما أو مهرجان الشاورما، وهنعرف ازاي نعمل تتبيلة طعمها رهيب، وهوريكوا أشكال للتقديم. نبدأ مع بعض. كل المكونات هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. كوباية زبادي ومعلقة توم كبيرة، تقدري تتحكمي في الكمية. زودت عليهم معلقتين كبار عصير طماطم وعصير ليمونة ومعلقتين خل ومعلقتين صويا صوص. البهارات، اذا ما كانش عندك نوع او اتنين من البهارات دي ممكن تستغني عنهم. معايا فلفل اسود وبابريكا وزعتر وتوم وبصل، وكمية صغيرة من القرفة والكاري والكركم. اقلب كل التتبيلة مع بعض. عندي كيلو فراخ صدور او وراك اللي تحبيه، مقطعهم صغير بالشكل ده. اتبل الفراخ كويس واسيبها، يستحسن اسيبها قبلها بليلة، بس اذا كنتي مستعجلة مش اقل من ساعتين. عندي العيش الشامي، بقطعه قطع كده متساوية واحطه في صينية وادخله الفرن. انا بحمصه من غير اي اضافات، من غير زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، من غير اي حاجة. بتحطيه الفرن وهو بيتحمص. طاسة على النار وحط فيها زيت، ولما سخنت ضفت عليها الرز اللي مغسول ومتصفي. حمصت الرز شوية في الطاسة علشان يطلع مفلفل، ولما اتحمص زودت عليه نص معلقة كاري واقل من ربع معلقة صغيرة كركم. ولما ريحة التوابل طلعت زودت عليهم الشوربة السخنة. الشوربة لازم تكون مغطية الرز بعقلة، وسبته على النار لحد ما تشرب. بعد ما تشرب بهدي عليه النار لحد ما يستوي، ولما استوى بديله تقليبة كده واسيبه على جنب يرتاح. نيجي بقى لسلطة الزبادي. كوباية زبادي، زودت عليها معلقة توم، ممكن برضو تتحكمي في الكمية. زودت عليها ملح حسب الذوق، ومعلقتين طحينة ومعلقة خل وعصير ليمونة ورشة فلفل اسود، واقلبهم كويس. واضيف عليهم المية السخنة، ممكن تتحكمي في الكمية حسب القوام اللي انت تحبيه. وكده تكون سلطة الزبادي خلصت. نيجي بقى للتسوية. اكبر صينية عندك هاتيها، او اذا كان عندك صاج يبقى احسن واحسن. ولما تسخن اديها كده مسحة زيت. اضيف الشاورما في الاول، هتلاقيها طلعت السوائل اللي فيها، ما تقلقيش، هي هتشربها تاني. ما تحطيش شاورما كتيرة كده تخليها فوق بعض، ما تحطيش كتير علشان تعرفي تسويها. ومن وقت للتاني كده قلبيها لحد ما تستوي وتاخد اللون اللي تحبيه. في نفس الوقت بنعمل الشاورما السريعة اللي انا تبلتها قبل كده، بس بسويها في نفس الوقت، مش محتاجة اسيبها ساعات عشان تتبل. الشاورما اللي اغلبنا بيعملها بتتقدم غموس عادي. طاسة على النار، ولما تسخن بحط فيها معلقتين زيت وانزل عليها بالبصل، بصلتين كبار مقطعهم بالشكل ده. زودت عليهم رشة ملح عشان البصل يدبل. نزلت عليهم بالشاورما المتبلة واقلبهم. اذا احتاجت ملح او بهارات زودي حسب ذوقك، وغطيها لحد ما تستوي. معايا العيش ده عيش صاج او رقاق او العيش السوري. هنعمل طبعا سندوتش الشاورما. جرجير وبطاطس مقلية، وزودت عليهم من الشاورما.
مخلل زيتون، وسلطة الزبادي. ألف السندوتش كويس واجي على الحرف كده وادهنه بسلطة الزبادي. السندوتش ده بحمره في طاسة، وبعد ما انا بديها مسحة زيت وبقطعه. نيجي بقى لطبق فتة الشاورما. طبق وحطيت فيه عيش المحمص، زودت عليه من الرز الشاورما، الرز المفلفل، كل رزاية هتلاقوها مستقلة بنفسها. زودت عليهم من الشاورما، خليكوا كرمة كده، وضفت عليهم سلطة الزبادي. عايزة اقول لكم قد ايه الطبق ده عسولة قوي. وبكده نكون عملنا الشاورما معشوقة الجماهير، الريحة والطعم رهيب، ملهاش حل. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله قريب، وباي باي.